ربنا لما بيكونش راضي عن حد بيكشفه، بيفضحه، عشان بيقول له كفايه ظلم، كفايه ظلم، كفايه القرف اللي انت بتعمله. ده حرفيا اللي بيحصل حاليا مع اداره النادي الاهلي. كل مدى وكل يوم بيتكشفوا اكتر واكتر من حيث لا يدروا. كلنا كجماهير بدأوا يصدروا لنا احساس بفقدان الشغف، احساس بفقدان حتى حب الكيان. فكرة حتى انك انت تجري ورا الاهلي كنت بتروح وراه المحلة وهنا وهنا وتسافر حتى بره مصر، في شغف انك انت تتفرج على النادي الاهلي ايا كان هو بيلعب فين او بيلعب في اي حتة. حتى تبص على الجماهير وتشوف في المدرجات وتشوف اللي بيحصل، تلاقي كام 500 600 بني ادم، بالكتير قوي 1000 2000 في افريقيا. فين الجماهير؟ فين الجماهير؟ فين الشغف؟ فين الحب بتاع الكيان؟ بدأوا الإدارة تخلي الجمهور يقفل من اللعبة، يقفل من النادي. احنا عمرنا ما هنسمح لكم بده. واحلى حاجة ان انتوا بتكتشفوا يوم عن يوم من حيث لا تدروا، من حيث لا تدروا. زي امبارح ما حصل مع المترجم بتاع مارسيل كولر وهو بيترجم السؤال بتاع الصحفي وهو بيسأله عن اللاعبين، فمارسيل كولر بص له كده وقال له انا المفروض يتعرض عليا لاعبين عشان خاطر اختار منهم مين اللي ينفع ومين اللي ما ينفعش. كان في مترجم قايل له بس احنا لو ترجمنا الحكايه دي يا باشا اسيادنا فوق هيزعلوا. ده انا في واحد قبل كده اسمه خالد الجواني كان على قفاه من الاداره ومشي عشان كان بيتكلم. بس الاداره دي عايزه بتحب جو الغموض، عارف انت جو السسبنس. اسمع كده وشوف. اتفضل. حصلت على التقنيات اللي Zur Sicherung, also wir müssen zuerst Spieler haben, die wir dann sagen, okay, den und den wollen wir. Das ist nicht, wie soll ich das machen? Ja? Wie soll ich das sagen? Ich weiß nicht, wie das übersetzen kann. Ja, aber vielleicht ist das unproblematisch, wenn wir so all die Orte in die Welt kommen. Ja. طيب اتفضل. ثانية. Nächste. نو كومنت. مفيش تعليق. زي ما قلت لك الاداره بتستقبل الجمهور، بتتعامل معانا على اننا اطفال صغيره. انجاخه يا حبيبي بس يا بابا، فاهمني؟ ده التعامل بتاع الاداره معانا، اللي هو لهيه سكته في اي حاجه، لهيه في اي حاجه عادي جدا. مش بيتعاملوا معانا ان احنا نفهم، ان احنا لينا راي، ياخدوا راينا، يعلنوا حتى زي ما اي اداره في الدنيا كلها، في اي نادي في الدنيا كلها بيعلن لجمهوره وبتاع. احنا عندنا خبي ايه ده، في اصابه خبي، ايه ده، في هنجيب لاعب خبي، في واحد هيمشي خبي. يا اخوانا احنا مش في مخابرات، ويا ريتكم بتخبوا وبتطلعوا بحاجه عدله. اللي بتخبوا وفشل، ومن فشل لفشل. قرفتونا فيكم بجد.